اظن النتيجه بتتكلم عن نفسها. حلو جدا وخفيف وهش كاني مش ماسكه حاجه. بصوا سواها من ورا وادي شكلها من قدام. احب بقى ايه اسمعكم الصوت. بصوا جيت معايا نص كيلو من الدقيق. دقيق ايه؟ دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق مخبوزات، ما ينفعش دقيق البسكوتات. ومعايا 250 جرام من الميه او ما يضاهي مع كوبايه وربع. ومعايا 50 جرام من السكر العادي او ما يضاهي ربع كوبايه. ومعايا معلقتين صغيرين زيت نباتي عادي. ومعايا 200 جرام من اي نوع زبده انا بفضله. خلاص هنعمل ايه؟ هنخلط كل حاجه في الخلاط في العجان ما عدا الزبده، لان الزبده دي الفرد اللي هيتحط ما بين طبقات العجين. احنا هنحط الدقيق وهنحط الميه والسكر والزيت، وزي ما احنا اتفقنا احط بس الزيت الاول. زي ما اتفقنا احنا لما بنيجي نعمل معجنات عايزين فيها عرق قوي، حتى لو الدقيق اللي احنا مستخدمينه بيدي عرق كويس وجميل، انا مش هنزل كميه الميه مره واحده. ادي السكر اهو، بننزل كميه الميه التلتين والتلت. بنزل التلتين عشان اعمل العجين واسيبه يعافر في العجان او على ايدي ويتعجن، بياخد وقت شويه، بتبقى العجينه قاسيه. اسيبه كده مع بعض شويه علشان العرق يبقى شديد، انا بشد منه العرق اللي جواه بان انا بعجنه كده. وبعد كده بنزل بقيه كميه الميه. والعجينه المفروض ان هي بتبقى يابسه مش طريه. ليه يابسه مش طريه؟ لان هي هتاخد الطراوه بتاعتها من كميه الزبده اللي انا هضيفها. ولو انا حطيتها طريه مع الفرد والتاني والفرد، العجين هيتقطع مني، وطبعا لو حصل فيه فتحات بتبقى مش لطيفه ومش الطف حاجه في الرقات اللي احنا عايزين نعملها. فتجنبا لكده احنا بنخلي العجين قاسي شويه او جامد يابس عشان لما نفرد فيه يستحمل معانا. بصوا العجينه بتاعتي ناشفه يعني، بس بقى ايه يعني احط ايدي كده انا مش حاسه السكر داب كويس، ده معناه ان هي اتعجنت كويس. طالما داب كويس يبقى هي اتعجنت كويس. لما اجي بصوا اتعامل معاها بتمط، سيبها ترتاح 10 دقايق. وطبعا هي مش هتخمر عشان ما فيهاش خميره ولا حاجه، احنا كده ريحناها كفايه عليها كده، مش هنديها اكتر من وقتها. زي ما قلت لكم عشان تتفرد معايا تبقى شاده عرقها كده، ما تبقاش طريه عشان ما تتقطعش معايا. شويه دقيق صغنطتين هعفر بيهم وهنفرد اول فرده بس اللي هتبقى بالدقيق. بعد كده هنفرد على شويه زيت نباتي برده صغننين خالص، يعني زي ربع فنجان كده ولا حاجه، مش حاجه اللي بالك فيها يعني. مش هتشوفوا انتوا معايا دلوقتي. بصوا العجينه ناعمه وحلوه. كل ما يبقى السطح بتاعها ناعم ما تبقاش مكتكته كده، تعرفي ان انت شغاله 100 100. خلاص ونفرد بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يعني انا ما سبتهاش تريح كتير وربنا يبارك، يعني اهي بتتفرد معايا بمنتهى السهوله. وهوريكم السمك بتاعها انا عايزاه قد ايه قبل ما افرد خالص. خلاص على قد ما اقدر اهو فردتها زي ما انا عايزه. خلاص هجيب بقى الزبده بتاعتي، وما تستكتريش كميه الزبده. النص كيلو دي بياخد 200 جرام زبده عشان تبقى مورقه وحلوه وهشه وتتك عليها تلاقيها كرانش كده وخفيفه. فاحنا هنحط الكميه كلها واحده واحده وبالراحه عليها. ماشي. بصوا بتتفرد معايا كويس، مش هسيب حته قد كده ما فيهاش زبده. الحروف والطروف وفي الوسط، وهوزعها توزيع متساوي. ماشي. ركزوا بقى معايا في الخطوه دي. هبدا بقى ايه ابرمها على الضيق كده. خلاص لفتها اهي كلها. وانا بلفها استنى اوريكم. وانا بلفها البوزين دول بصوا طالعين ازاي، والعجينه نازله على ضيق. احاول اشدها شده بسيطه عشان تبقى مستطيله وتتقفل من تحت كلها زي بعضها. يعني ايه ما افتريش عليها. هي بصوا انا بشد، هي ما شاء الله هي بتتشد لوحدها. بصوا اهي. خلاص
ممكن بقى ايه اشد شده كده الصينيه بتاعتي دي والزيت. هحط قطعه زيت صغنونه خالص مش هكتر عشان اغلفها من فوق ومن تحت فما تنشفش لما اسيبها تريح في التلاجة عشان ما حصلش حاجه. حطيت بس زي معلقتين كبار وهبدا اقطع. هقطع بقى قد ايه طبعا اللي انا عايزاه عشان تطلع حجمها سواء وحده البغاشه او الفطيره قد كده المقاس ده معقول ده. هقطعها 4 صوابع. هقطع عليها بصوا اهو اظن كده شايفاها صح كده اهو عشان اضمن ان كلهم يبقوا نفس التقطيعه. بصوا احط دي جنب دي اهو خلاص كده هما كلهم هيطلعوا قد بعض. بصوا بقى انا عايزه اوريكم الليرز اللي جوه قد ايه ورفيعه ازاي. بصوا بنات الليرز كتير ورفيعه. انا دلوقتي مش هفرد ولا اطبق ولا اعمل اي حاجه خلاص. انا حطيت هنا زيت اهو حطيت هنا زيت همسح كده مسحه بسيطه ومن على الوش كده واحط شويه زيت صغننين خالص على قد القطعه اللي هنفردها. هنفرد قطعه قطعه خلاص. قطعه اهي بصوا المفروض ان انا بفردها بسماكه رفيعه خلاص يعني بفردها رفيع على قد ما اقدر. اول مره فردنا بصوا انا بفرد بالراحه ازاي بسيسها على قد ما اقدر ماشي. اول مره فردنا احنا عايزين السمك بتاعها عقله صباع او سنتي عشان هنحط الزبده. دلوقتي احنا حاطين الزبده احنا عايزين بقى نرقق فبفردها يعني 3 مللي كده رفيعه جدا. هوريكم ازاي ماشي. وطبعا اوعوا تتقطع منكم ماشي بالراحه. بصوا انا فردتها بالراحه خالص. بصوا رفيعه جدا 3 مللي زي ما قلت لكم خلاص. هاجي بقى على الظهر بتاعتها اللي كان فيها لحام وهبدا اعمل ايه طبق تطبيقه والتانيه هعمل واحده كده كاني بعمل باتيه بالظبط خلاص اهي. همسح الصينيه مسحه زيت بسيطه جدا رفيعه جدا. بصوا يا جماعه 3 مللي خلاص. ده شكلها اهو في الاخر. بصوا بقى انا خلاص هروح اسوي فهقول لكم هنسوي ازاي. انا مولعه الفرن فوق وتحت. طيب ما عندناش الفرن بيولع فوق وتحت فانا هضطر احميه اقويه. ما عنديش شوايه يعني انا مولعه فوق وتحت. انت ما عندكيش كده هتولعي من تحت بس وتخليه سخن قوي 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 يعني تسيبيه 10 دقايق اقل حاجه يسخن وبعدين هتولعي من تحت هينتفخ بسرعه ويعلى. ممكن ساعتها لو بدا ياخد لون من تحت بامبي حلو كده تطفي من تحت عشان تولعي الشوايه وياخد لون من فوق. هي انا مش عارفه والله امسكها بس انا عايزاكم تسمعوا الصوت. بصوا عامله ازاي. ادي كده البغاشه لما طلعت من الفرن مقرمشه جدا وهشه وهي سخنه. هنسقيها بالشربات شربات خفيف مش تقيل زي شربات الكنافه خلاص. ربنا يخليكي شكرا يا افريقيا اهو. مش هديها شربات كتير عشان لسه هنحط عليها سكر تمام. ادي النتيجه. اظن النتيجه بتتكلم عن نفسها. حلو جدا وخفيف وهش كاني مش ماسكه حاجه. بصوا سواها من ورا وادي شكلها من قدام. احب بقى ايه اسمعكم الصوت. بصوا مخرفشه وفاضيه وهشه وكل اللي عايزين تقولوه قولوه. حلوه جدا جدا لازم تجربوها وبألف هنا وشفا.